مصدر من الأهلي عن صفقة المهاجم تتم ولكنها كالولادة المتعثرة. أكد مصدر من داخل النادي الأهلي على أن صفقة المهاجم الأجنبي هي بالفعل تتم، وكل ما يقال بشأن عدم قدرة النادي الأهلي على ضم مهاجم كلام غير صحيح، لأن النادي الأهلي كده كده سيتعاقد مع مهاجم أجنبي صريح في الميركاتو الشتوي الجاري. ولكن مسألة المهاجم دي بتتم حاليا في النادي الأهلي زي الولادة المتعثرة، بمعنى أن النادي الأهلي مش عارف يخلص مع مهاجم سوبر لغاية دلوقتي بشكل نهائي ويجيبوا القاهرة من أجل خضوع للكشف الطبي سريعا وانضمامه للفريق حتى يكون جاهز لمواجهة الزمالك في قمة الدوري. ولكن في النهاية كده كده أكد المصدر على أن المفاوضات جارية حتى الآن، وفي النهاية سيتعاقد النادي الأهلي مع مهاجم. لكن المهم على حسب كلام مصدرنا أن المهاجم ده يكون فعلا سوبر ويجي يشيل، والأهم أنه لما يجي يشارك مع الفريق على طول، ما يحصلش زي ما حصل مع الضاوي كده كولر استبعده من قائمة مباراة المصري. المهم الصفقات اللي تيجي تلعب على طول، ما تجيش وبعد كده المدرب يستبعدها من القائمة.